تألقه بكامل تألقه، ومش في نادي واحد بس، لا ده كذا نادي. واي نادي في العالم وفي اوروبا خاصة لما بيروحوا كريستيانو بيعمل عظمة، بيعمل شغل عالي جدا. انت بتنبهر، انت بتبقى قاعد مبهور ازاي الراجل ده بيعمل كده. عشان كده انا قلت لكم هو الرجل الخارق، هو سوبرمان اللعبة. في تاريخ كرة القدم العالمية في ثلاث لعيبة حققوا وسطروا تاريخ جامد جدا في اللعبة، منهم بيليه وروماريو ومولر الألماني وبيكان التشيكوسلوفاكي. كريستيانو رونالدو مش لعيب مهاري فقط، لا ده لعيب عنده تارجت، عنده هدف عايز يوصل له. تعال بص معايا كده من بداية رونالدو لما بدأ مسيرته الاحترافية. طبعا اول ما بدأها في المان يونايتد. هو طبعا طالع من سبورتنج لشبونه، مفيش مشكله، بس دي كانت بدايته كلاعب كوره. لكن كبدايه في المسيره الاحترافيه والاتجاه للعالميه، هو بدأ من مان يونايتد الشياطين الحمر، فرقه حدث ولا حرج، فرقه جامده جدا في الدوري الانجليزي البريمير ليج. المان يونايتد كلنا عارفينه طبعا، عارفين المان يونايتد وعظمته وبطولاته وانجازاته. بدأ مع المان يونايتد، راجل حاطط زي ما احنا قلنا تارجت، حاطط هدف. عشان كده بقول لك بص على احصائياته وبص على تواريخه، هتلاقيه عامل حاجه جامده جدا، حاجات فظيعه، عامل شغل فظيع جدا. تمام. عايز اقول لك على حاجه، كريستيانو دلوقتي بيلعب فين؟ في المان يونايتد، الفريق اللي بدأ فيه احترافه، الفريق اللي بدأ فيه المسيرة العالمية، اللي هيقول يلا بسم الله الرحمن الرحيم انا هبدأ. رجع لبيته القديم تاني اللي هو مان يونايتد. طيب جميل جدا، حلو قوي يا عم رونالدو، وانت بتعمل بص يعني حاجة عظمة. على فكرة كريستيانو رونالدو بيلعب في المان يونايتد، وبص على لعيبة اليونايتد كده عاملة ازاي. انا لما بلعبش جنبي لا نيمار ولا بيلعب جنبي مبابي، يعني فاهم، يعني مش زي ميسي مفيش نيمار ومفيش مبابي. اوكي طيب جميل جدا. انا بيلعب جنبي مين بقى؟ انا بيلعب جنبي سانشو و جرينارد ولينجارد. طبعا الاسامي دي عندنا يعني شباب لسه صاعد، شباب لسه صاعد.